بعد سلسلة الانتقادات التي تعرض لها مشروع مسجد الجزائر الأعظم في الداخل والخارج ومن مختلف المختصين اقتصاديين كانوا أو سياسيين خبراء عمران واجتماعيين، قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بخرجة هي الأولى من نوعها ترد فيها على كل التجني والتشكيك الذي طال سمعة المسجد. رد يأتي من خلال تنظيم الوزارة الوصية لزيارة تفقدية إلى ورشات مسجد الجزائر الأعظم بحضور أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالجزائر من كل أنحاء العالم، تعرفوا من خلال جولة افتراضية على الصورة النهائية للمسجد الذي يطل على خليج الجزائر في حي المحمدية شرق العاصمة، لينزلوا بعدها إلى الطابق الأرضي أين بدأت الزيارة بتفقد النظام المضاد للزلازل، واحد من التقنيات المتطورة التي يرتكز عليها المسجد وهو ما أبهر السفراء. Qui est déjà très avancé, avec des conditions techniques extraordinaires, un système antisismique impressionnant et absolument très intéressant. Il faudrait... Très intéressant qu'on a eu maintenant au chantier de la grande mosquée. Et c'était impressionnant de voir le progrès que tous les travaux ont fait et je vous souhaite beaucoup de succès pour la continuation. Très important ici, on nous a dit que vous travaillez beaucoup avec l'énergie renouvelable. Et moi je trouve ça c'est un aspect qu'il faut bien souligner parce que ça montre aussi que cette mosquée va durer beaucoup de temps. C'est la technologie moderne et surtout en Autriche, on fait beaucoup de bâtiments avec l'énergie renouvelable et ça c'est vraiment un projet pour l'avenir. Mes félicitations. السفراء الحاضرون من القارات الأربعة أكدوا على أن مسجد الجزائر الأعظم مفخرة للمسلمين وأفريقيا، وأن المميز في هذا المسجد ليس حجمه الهائل فقط بل مأذنته التي ستكون أطول مأذنة في العالم، والعرب ممن كانوا حاضرين اعتبروه منارة إسلامية فريدة من نوعها. أما سفيرة أندونيسيا فتمنت أن تنتهي الأشغال فيه قريبا لتحظى بشرف أداء فريضة الصلاة فيه. إنه لمسجد عظيم وحقا مفخرة، أتمنى أن تنتهي به الأشغال في أقرب وقت ممكن لكي أحظى بشرف الصلاة فيه. Il faut dire que c'est une fierté pour l'Algérie, c'est une fierté pour les peuples d'Afrique et c'est une très très grande expérience. J'ai été fortement impressionné par le travail qui se fait ici, j'ai été fortement impressionné par le savoir-faire des ingénieurs tant algériens qu'étrangers. تكون ما شاء الله منارة علم ومنارة للدين الإسلامي، بالإضافة أنه الجزائر هي من المنارات السابقة، وهذا مركز حضاري رائع جدا سيكون في شمال أفريقيا كلها وفي الجزائر. زيارة المسجد التي عرفت غياب ممثلين عن فرنسا، المغرب وحتى السعودية التي كانت مبرمجة ضمن وفد الزوار جاءت لتثبت للجميع أن المشروع قائم والأشغال فيه مستمرة على قدم وساق، فبناء المسجد أصبح قضية ثقافية ودينية.